انت عارفة ان الغلاية الكهربائية دي ممكن تسبب كارثة في قلب بيتك؟ كارثة بكل المقاييس. لو ما عملتيش اللي هقولك عليه ده هتتحول معاكي لكارثة فعلا في قلب بيتك. ده حاجة اسبوعية لازم اعملها للغلاية الكهربائية بتاعتي، وحبيت النهاردة اشارككم بيها لعل وعسى ما يبقاش حد عارفها وتفيد ناس كتير. تعالي كده اما نشوف الغلاية بتاعتنا من جوه عاملة ازاي وانت هتفهمي قصدي بالظبط. بصي منظرها، بصي كمية الرواسب اللي جواها عاملة ازاي. انا عايزة اقولك ان هي يعني تقريبا من اسبوع كده عاملينها، فكل اسبوع بعمل الخطوات البسيطة جدا اللي بقولك عليها دي عشان تضمني انك تحافظي على صحتك وصحة ولادك وصحة اي حد بتقدمي له اي مشروب من الغلاية الكهربائية دي. بصي الاول بفرجك عامله ازاي من جوه. تعالى اقولك بكل بساطه وبمكونين موجودين في كل بيت وبدون تعب بدون مجهود هتخلي الغلايه بتاعتك تملي كانها جديده، وهتحافظي على صحه بيتك وولادك. سموا الله وصلوا على الرسول وحطي لي لايك لو اول مره بتشوفيني. ما تنسيش تشيري الفيديو لعله عسى ينفع ناس كتيره جدا وتتابعيني. اول حاجه هستخدم ملح الليمون. ملح الليمون موجود عند اي حد في اي يعني في كل بيت، ولو مش موجود تقدري تجيبيه من عند العطار، متوفر جدا وسعره مش غالي. هاتي شويه كده ب5 جنيه هيقعدوا معاكي فتره طويله جدا. هحتاج يعني في حدود معلقه كبيره كده من ملح الليمون، هبتدي احطها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وهو حبيبات خشنه زي السكر. خلاص حطيت كده في حدود معلقه كبيره او معلقه يعني رشه كده من ملح الليمون. تاني مكون معايا هيبقى خل الطعام. بصي انا بعد ما بخلص بعينه تاني وبيفضل معايا فتره طويله قوي قوي قوي. تاني مكون معايا زي ما اتفقنا هو الخل الابيض، الخل اللي بنحطه على السلطه او الخل الطبيعي، الخل الابيض خل الطعام. هحط برضو منه شويه كده اقل من ربع كوبايه من الخل. هجيب بقى شويه من الميه، شايفه هو ده ملح الليمون والخل، هجيب شويه من الميه يعني في حدود كوبايه. ولو الكاتل بتاعك استانلس فالرواسب بتبقى ملياه كله، تقدري تملي الكاتل كله مفيش اي مشكله. مش هحط صابون ولا اي حاجه، هشغل الكاتل بتاعنا واسيبه لحد ما يغلي كده بالخل وملح الليمون. كل ده هيدوب لي اي رواسب وهيخلي الكاتل بتاعي نظيف جدا من جوه. هي مشكله الكاتل الوحيده الرواسب اللي فيه هي اللي بتعمل امراض، او لو غليتي الميه اكتر من مره. بصي مجرد ما يغلي فتحت الغطا علشان ما يتكش معايا على طول، عشان يفضل يغلي فتره طويله ويعقمه كويس من جوه ويشيل اي رواسب فيه. طبعا الافضل انك تجيبي الكاتل البايركس او الستانلس، لكن الستانلس ماليش حظ فيه كهرب اكتر من مره والبايركس بيتكسر، فانا فضلت اجيب النوع ده. لكن هتساليني افضل حاجه طبعا البايركس وبعديه الستانلس. هسيبه يغلي يعني 3 4 دقايق كده مع بعضيه ومش اكتر من كده. هشيله واكب الميه اللي فيه، هتلاقي الرواسب كلها نزلت منه، مفيش، مش محتاجه حتى تكسريه. بصي منظر الاستانلس جوه بقى بيلمع. خلاص انا بقى بسبونشه كده هبتدي بالميه دي بس كده اخد منه من الاجناب وانضف برضو اجناب الكاتل من جوه. وممكن تستخدمي شويه صابون لو انت حابه وتشطفيه شطفه بسيطه، هيرجع معاكي كانه جديد بيلمع. خلاص ده كل اللي هعمله. كمان الفلتر ده بفكه واغسله، مش اكتر من كده، بيرجع معايا زي الفل. وكده تضمني انك تحافظي على صحتك، واي مشروب تقدميه يبقى نقي مفهوش اي رواسب من الميه، ما يعملش اي اذيه ولا اي حاجه. غسلته كده غسله خفيفه خالص بالسبونشه، بقى معايا زي المرايه زي ما انت شايفه من غير ولا تعب ولا مجهود. بتمنى النهارده الفكره تعجبكم، ممكن تكون سهله وبسيطه وناس كتير عارفينها، بس ممكن برضو يكون في ناس كتير مش عارفينها. لو عجبك الفيديو اوعي تنسي تشيريه وتحطي لي لايك وكومنت حلو زيك تقولي لي ايه رايك في الفيديو. واشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.